رسالة مهمة للشعب العراقي وجب علينا مشاركتها. أهلنا بالعراق بتمنى منكم تسمعوني. وصلنا انه في عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي والميليشيات العراقية عم يجهزوا حالهم او جهزوا حالهم من شان يجوا على سوريا. ترى بدي اخبركم شغلة، وهي الرسالة خاص نص للاهالي العراقيين، لاهلنا بالعراق، لكل اب عراقي، لكل ام عراقية، لكل زوجة عراقية. اعرفوا واعلموا علم اليقين بأن أولادكم عم يجوا على مقتلهم بإجريهم، عم يحفروا قبورهم بإيديهم، عم يتورطوا بمعركة ما لهم فيها بس لأنه إيران هيك بدها. لا تكونوا بيدق بإيد إيران. مهما خدعوكم بالشعارات الرنانة وقالوا لكم لن تسبى زينب ما بعرف إيش، حربنا والله ما أنا معكم. حرب السوريين هي مع نظام المجرم الأسد. لا تورطوا حالكم بمعركة خاسرة، لأنه هاي المعركة رح تكون خاسرة. انتوا شايفين التقدم اللي عم يصير للثوار، شايفين كيف الثوار عم يحرروا مناطقهم وحرروا مساحات واسعة. هذا المكان كان ثكنة عسكرية للواء الباقر، كان ثكنة عسكرية للإيرانيين، مساحات واسعة تمكن الثوار من تحريرها. والميليشيات العراقية والإيرانية صاروا بين قتيل وجريح وهارب. ليه؟ ليه حتى تورط حالك بمعركة ما لك فيها؟ هي المعركة ما هي معركتك، هي الحرب ما حربك. أهلك أولى فيك، أمك وأبوك أولى فيك، زوجتك وأولادك أولى فيك. خليك بالعراق. حربنا ما أنا معك. طول عمرنا أخوي، السوريين والعراقيين أخوي. الشام والعراق من قدم التاريخ جيران وأخوي، قبل ما تجي إيران وقبل ما تجي ميليشياتها. لا تخلوا إيران تخدعكم بشعارات رنانة وشعارات طائفية وما بعرف إيش. نحن وأنتوا أخوي، ما بدنا إياكم تتورطوا أبدا بهاي المعركة. المعركة انطلقت والمعركة حاسمة. خلال المعارك السابقة، خلال هالكم يوم الماضيات، اللي شفناه انه ضباط الاسد تخلوا حتى عن عناصرهم. بدك اياهم ما يتخلوا عنك؟ انت بتعرف تتحرك هون مثلنا؟ بتعرف تتحرك بحارات حلب؟ بتعرف تتحرك بالاراضي السورية؟ ما بتعرف. رح يتركوك، والنتيجة مع الاسف رح تكون يا قتيل يا اسير. ليه حتى تجي على هاي المعركة اللي هي مانا معركتك ومالك لا ناقة فيها ولا جمل؟ ليه؟ أنا عملكم لآخر مرة، لأنه بجوز الرسالة القادمة تكون بعد ما يكون وقع الفاس بالراس، بعد ما صرتوا قتلى أو جرحى. ضباط الأسد رح يتخلوا عنكم، رح يبلغوا عنكم. ما لكم شيء بهاي المعركة، ما لكم شيء بهاي المعركة. ارجعوا على بلادكم. لكل أم عراقية اتصلي هلأ بابنك وقولي له ارجع على العراق. سوريا ما أنا آمنة بالنسبة إلك. أنت طالما مع الميليشيات الإيرانية أنت محتل. سمعتوا بحياتكم عبر التاريخ إنه في محتل انتصر على صاحب أرض؟ صاحب الأرض هو اللي عم ينتصر وهو اللي عم يتقدم. صاحب الحق هو اللي عم ينتصر وهو اللي عم يتقدم. صاحب البيت اللي أنت محتله ما راح يتركك ببيته، بده يطردك منه، وطريقة الطرد ما راح تكون سلمية مع الأسف. لهيك اسحبوا عناصركم،